قناة قراء زمان، تسمع وكأنك ترى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا بهذه الأمسيات الدينية، والتي أعدها ويقدمها لحضراتكم الزميل بهاء عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، وما أجمل أن تكون الدنيا محرابا للتعبد، فالإنسان في الأصل لا بد أن يكون حاله كله لله تعالى، كلامه ومقاله ومقامه يكون للحق تبارك وتعالى. وعلى هذا فإن الثواب المترتب على إتقان العمل وعلى قضاء الوقت في طاعة الله تعالى ليس بعيدا عن ثواب أداء عبادة واجبة أو صلاة راتبة. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وها نحن في هذا اللقاء الطيب المبارك نعيش في هذه الرحاب الطاهرة لحظات إيمانية مباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن تكون شاهدة لنا لا علينا. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، دائما وأبدا نستهل لقاءنا وأمسيتنا بالقرآن الكريم. هيا بنا نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح الله له في الصلاة، وآخر فتح الله له في الصوم، وآخر فتح الله له في الصدقة، وآخر فتح الله له في العلم، فنشر العلم أفضل الأعمال. وربنا تبارك وتعالى قيض لهذه الأمة رجالا منها نهضوا بها في كل الميادين وفي كل الأزمان، فحملوا أمانة العلم وتبليغه، وسيظلون إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن ينفعنا وأن يعلمنا وإياكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع كلمة فضيلة الدكتور كمال فوزي السباعي، مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد رسول الله، عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى،
يا من بعثت إلى العالمين مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، فاللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع سنتك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في هذه الساحة الحسينية، ساحة الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. نعيش في هذه الدقائق حول مرض خطير. هذا المرض إذا تمكن من الإنسان كان دماراً ووبالاً عليه. هذا المرض هو مرض النفاق. النفاق أيها الإخوة الأحباب هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، أبي يغترون أم علي يجترئون. ولذلك يقول القائل: يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. النفاق أيها الإخوة الأحباب له أقسام. القسم الأول نفاق العقيدة، والقسم الثاني نفاق المعاملة، والقسم الثالث نفاق العبادة. أما عن القسم الأول ألا وهو نفاق العقيدة، نماذجه كثيرة، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويضمر الكفر. هذا النموذج يتحقق في عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المنافق الذي أقسم أنه إذا رجع المدينة ليخرجن محمدا ذليلا وهو العزيز. فإذ بصبي من صبيان المسلمين يسمى بزيد بن الأرقم يسمع هذا القسم فيبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي بن سلول أقسم لئن رجع المدينة ليخرجن محمدا ذليلا وهو العزيز. وإذ بكبار الصحابة ينهرون هذا الصبي ويقولون: يا رسول الله، لا تصدق هذا الكلام، فلربما اختلط الكلام على عقله. يقول زيد بن الأرقم: رجعت إلى بيتي وكأني أحمل جبال الدنيا فوق رأسي، حتى طرق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وقال لي: افتح يا زيد، فإن الله قد صدقك من فوق 7 سماوات. وقرأ عليه قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بلغ الأمر عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا له: إن أمرك قد افتضح
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال ليستغفر لك ويغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فملأ الكبر رأسه وقال: لا أذهب إلى رسول الله فينزل ربنا تبارك وتعالى قرآنا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تمضي الأيام أيها الإخوة الأحباب، وينجب عبد الله ابن أبي بن سلول ولدا كان من أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الولد: يا رسول الله، بلغني أنك قد أهدرت دم والدي وأذنت بقتله، فإن كنت كذلك فأذن لي أنا بقتله، فلو أمرتني ما ترددت لحظة واحدة، ولكن يا رسول الله لا تترك أحدا غيري يقتل أبي، فأنا لا أطيق أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بمنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أذنت بقتل أبيك ولا أهدرت دمه، ومعاذ الله أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما قلت شيئا مما قيل. فأنزل ربنا تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا نفاق العقيدة. أما نفاق السلوك أو نفاق المعاملة قال عنه ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. القسم الثالث نفاق العبادة، يتظاهر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكنه يريد الرياء والتفاخر ليقال عنه بأنه رجل عباد. قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. احذروا أيها الإخوة الأحباب من الوقوع في شباك هذا الداء الخطير الدفين. انزعوا من قلوبكم الغل والحسد والنفاق، املأوا قلوبكم بالحب والسعادة والإخلاص، لأن الغش أخو الخيانة، والخيانة ناشئة عن الكذب، والكذب مصدره النفاق. أتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء: اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وقول الزور. احفظ مصرنا، اجعلها أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد العالمين. وارض اللهم عن سيدنا صاحب هذا المقام وعن أبيه وعن جده المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور كمال فوزي السباعي، مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. ونحن معكم في هذه الرحاب الطاهرة نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة.
أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وربنا تبارك وتعالى يغضب على الإنسان إن لم يرفع إليه أكف الضراعة. فتعالوا بنا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونرفع أكف الضراعة إلى الحق سبحانه، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب. يا سيدي المختار عذرا إنني من فرط حبي قد أتى تغريدي. يا سيدي المختار يا سيدي المختار عذرا إنني من فرط حبي قد أتى تغريدي. أنا ما مدحتك سيدي لكنني بمديحكم إني مدحت قصيدي. أنا ما مدحتك سيدي لكنني بمديحكم إني مدحت قصيدي. والله أسأل يا حبيب بمدحكم عيش الهناء وميتة التوحيد. واسلك سبيل الهدى يا صاح واحدة. واسلك سبيل الهدى يا صاح واحدة. لا تعد عنها فتوري نفسك السبل. وكن لهدي رسول الله متبعا، فما بغير هداه الدين
واستغفر الله في الأسحار واستغفر الله في الأسحار معتذرا عساك تنجو بهذا أيها الرجل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قدره العالي المفضل وصفه الغالي المكمل وحي ربي قد تنزل للحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فضله عم النواحي لظلام الكفر ماحي في الصحاري والبطاح أشرقت أنوار محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هيئ طريقا كن لنا ربي رفيقا كي نرى بدرا شفيقا الحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جاهك المرجو عظيم أنت مفضال كريم جاهك المرجو عظيم أنت مفضال كريم ورؤوف ورحيم وعفو يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين يا رب العالمين. في الختام لكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة